فكرة ثبات الوزن أصلا نسبية. يعني ثبات الوزن لو حد وزنه كبير وفعلا وزنه ما بينزلش، مش بنقول عليه ثبات وزن الا لو قعد فتره، قعد شهر، شهر ونص، شهرين، والوزن كبير وما بينزلش، ده اسمه ثبات وزن. غالبا ما بتبقاش دي الكيس، غالبا بيبقى حد يا اما اصلا وزنه مش كبير. الناس اللي وزنها كبير ممكن وزنها ما ينزلش بس شكل جسمها يتغير، فساعتها اصلا بيكون حاطط جول غلط، هو حاطط هدف انه يشوف الميزان بيتحرك، لان دي حاجه نيوميريكال وحاجه فيها ارقام، واحنا بنحب الحاجات اللي فيها ارقام لانها واضحه، بس ده اصلا هدف غلط. فممكن يكون هو بيشوف نتيجه بس هو حاطط نتيجه انه لازم تبقى ميزان، هو شايف نتيجه في حاجه تانية. او بقى لو حد وزنه كبير قوي غالبا هيكون بينزل، بس هتلاقيه مش بينزل بالسرعه اللي متوقعه. يعني معظم الناس مثلا لو لقت الميزان ما بيتحركش اسبوع بتقول ثبات، لو لقت الميزان نزل كيلو وراح راجع تاني بتقول ثبات، مع ان ده نورمال تماما، ده طبيعي تماما. عمر الميزان ما بيكون لينير، عمره ما بينزل كيلو في كيلو في كيلو كده ابدا، الا لو حد سنه صغير قوي واول مره يعمل دايت. يعني لو حد سنه صغير وعمل دايت كتير قوي ده برده مش هيحصل. لازم الاثنين العاملين دول يكونوا موجودين علشان الحركه بتاعه الميزان تبقى سموز وسريعه خالص، انما العادي متوسط الناس ده ما بيبقاش سريع خالص.